تعالوا وانا اقولك عملنا الفرخة التحفة الجميلة دي ازاي. دي فرخة مسلوقة وتشوفيها تقول ان هي مشوية وكمان متبلة تتبيلة حلوة جدا جدا. ودي المرقة بتاعتها هي زي ما انت شايفة احلى مرقة والفرخة طعمها تحفة تحفة كده وحجمها ما شاء الله كبير. يعني الفرخة ديت 2 كيلو ونص وكمان على بعضها كده ومسلوقة وطعمها حلو جدا جدا. وزي ما انت شايفة ما شاء الله اللحمة بتاعتها بيضة جدا جدا ومستوية دايبة دوب كده من كتر السوا. وتتبيله كده صغيره بس بتخلي طعمها حلو قوي قوي قوي. معاكي معلقه صغيره 7 بهارات وبهارات فراخ وملح وفلفل اسمر. كل دي معالق صغيره وبتعصر عليهم نص ليمونه وبتحط معلقه واحده بس زيت ومعلقه بابريكا. دي كلها كده حاجات معالق صغيره. تتبيله سريعه وبسيطه وبتخلي طعم الفرخة دي في حتة تانية خالص خالص. الفرخة بتاعتك طبعا بعد ما تكون مغسولة ومنقوعة كويس جدا بالليمون والملح بتجيب السكينة كده وبتعملي فيها فتحات كده زي ما انت شايفة عشان التتبيلة تدخل جواها في كل حتة. وبتقلبها برضو وبتعملي فيها نفس الفتحات وبتسيبها في التتبيلة دي نص ساعة ساعة. لو يعني عندك وقت سيبها بدري شوية. لو ما فيش عندك وقت دخليها تبليها وسيبها بس 10 دقايق وابدأي فيها على طول بتبقى حلوة جدا جدا. بتحاولي بقى تدخلي التتبيله في كل مكان في الفرخه كده بايدك بقى او بالفرشه اللي يريحك. المهم ان الفرخه تتبل حلو جدا وكل التتبيله تدخل في الفتحات اللي انت فتحتها بالسكينه. يعني تقلبيها كده من كل الاتجاهات وتسيبيها تتبل شويه. بعد كده هتجيبي حله على النار وهتحطي فيها معلقه واحده بس زبده او سمنه. واول ما بتسيح كده بتنزلي بقى بالمنكهات اللي عندك قرفه بقى وورق لورا وحبهان وبتقلبوهم تقليبه كده مع قطعه الزبده دي. بتبقى ريحتها طالعه حلوه جدا جدا وبتدي طعم حلو اوي للشوربه المرقه يعني وطعم للفراخ. بتنزلي بقى بالفرخه بتاعتك كده بعد ما بتكون اتبلت شويه حلوين كده في التتبيله الجميله اللي احنا عملناها دي. تاخد صدمة كده على الجنب دي وبعدين بتقلبيها على الجنب التاني وبتتعاملي معاها بالراحة جدا لان هي ما بتستحملش اي حاجة وجلد الفراخ ما بيستحملش فبيتقطع بسرعة. فانت بقى بالراحة كده بتتعاملي معاها بالراحة. خلاص كده خدت صدمة من الجنبين. بتكوني بقى مجهزة طماطماية وفلفلاية وبصلاية كده بتنزلي بيهم كده على طول. واهم حاجة بقى هدي النار يعني اقل من الوسط كمان علشان كده الفرخة تستوي على نار هادية جدا جدا. وبتحط بقى ملح وفلفل وبتغطي بقى على الفرخة الجميلة دي وكل بقى شوية كده يعني كل 10 دقايق كده ولا 5 دقايق بتقلبيها. دي بقيت التتبيلة اللي انا نزلت بها دي. والفرخة بقى زي ما انت شايفة بدأت تغلي اهي. واهم حاجة النار تكون هادية يا حبيبتي عشان الفرخة حجمها كبير وتكون مستوية جدا والعظم بتاعها استوى واللحم بتاع الصدر وكله مستوي. فاحنا بنسويها كده من غير مية خالص خالص بس بتبقى طعمها حلو قوي قوي واحلى من اي فرخة مشوية. وكمان بتستفادي ان انت بتاخدي المرقة تعملي بقى خضار يعني او تعملي بقى لسان عصفور. فبتبقي كده استفدتي ان انت عندك مرقة وعندك احلى فرخة مشوية. وهقولك بقى على صوص جميل جدا دلوقتي بعد ما خلص استوت خالص خالص كده هيت وبقت يعني زي ما انت شايفة كلها اتهرت كده من كتر السوا. والصوص اللي نازل منها دي هزوده مية مغلية وهسيبه بقى اعمله احمر لسان عصفور واصفيه عليه. فبيبقى معايا مرقة جميلة جدا جدا. دي معلقة زبدة ومعلقة دبس رمان ومعلقة كاتشب. بتقلبوهم كده مع بعض وبتدهني بهم الفرخة. دي تتبيله حلوه جدا جدا وكمان بتاخد اللون الجميل اللي انت شفت الفرخه فيه كده في اول الفيديو. بتدهنها زي ما انت شايفاه كده برضو سيبها 10 دقايق كده وبعدين دخلها تحت الشوايه. شايفه الفرخه مستويه دايبه دوب كده. انا كنت من كتر ما هي مستويه جدا جدا عند صيام كده بتاع الشيش طاووق او الكفته دخلتها فيها كده علشان هي ما تفكش خالص عشان التصوير. وبرضه انت لو عندك عزومة او حاجة
ممكن تعمليها كده، وقبل التقديم بتشيليها عادي خالص يعني. فشايفة الفرخة بعد ما اتحمرت بقى تحت الشواية، خدت اللون الجميل دي، وشكلها تحفة ومستوية ودايبة دوب كده، وطعمها طبعا تحفة في حتة تانية خالص. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. واللي اول مرة يشوف قناتي يشرفنا ونورنا بالاشتراك في القناة. بجد فرخة حلوة اوي اوي، تستاهل ان انتوا تجربوها بالطريقة دي وبالتتبيلة دي، وكمان بالتتبيلة التانية اللي بعد ما طلعت بعد ما استوت يعني، وعملت لها التتبيلة اللي انت شفتها تحت وتدخلها بقى تحت الشواية دي، حلوة جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على النبي. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.